بعد ما خرج سامي ونادر من الغابة السوداء قرروا ما يتكلموش مع حد عن اللي شافوه. كل واحد راجع بيته مرعوب وحاسس إن لسه في خطر حواليه. سامي دخل البيت على طول، لكن أول ما دخل شم ريحة دخان، كأنه لسه حوالين النار اللي كانوا قاعدين حواليها في الغابة. أول ليلة سامي نام بصعوبة، لكن بمجرد ما نام بدأ يشوف كوابيس مرعبة. شاف ليلى كانت واقفة في وسط الغابة بتبصله بعينين سودة، بتضحك ضحكة مرعبة. كل ما يحاول يجري في الحلم الأرض بتتشقق تحته، وأصوات الأرواح بتتحول لصراخ عالي. نادر بدأ يحس بحاجات غريبة حواليه برضه. لما يبص في المراية يلاقي وراه شبح الشخص العجوز اللي قابلهم في الغابة، وكل ما يحاول يتجاهل الموضوع الشبح يقرب أكتر وأكتر. وفي يوم من الأيام سامي كان قاعد في الصالة، فجأة شاف خيال ليلى بيمر قدامه بسرعة. وقف مصدوم وقلبه بيدق بسرعة. كل ما يمشي في البيت يحس إن في خطوات وراه، وأحيانا بيشوف ليلى من بعيد مبتسمة. وفي مرة سمع صوتها بتقول: ليه سبتوني هناك؟ نادر بقى يشوف خيالات كتير في بيته، لدرجة إنه بقى خايف ينام أو يفضل لوحده. كل ما يقفل النور يبدأ يسمع أصوات همس وحد بيناديه، وأحيانا بيشوف أثر أقدام طين على الأرض، كأن حد لسه خارج من الغابة وجايله. الكوابيس دي خلت سامي يحس إن ليلى لسه حية، أو إن روحها محبوسة في الغابة. هو ونادر قرروا يرجعوا تاني للغابة لآخر مرة. المرة دي مش علشان يتخلصوا من اللعنة، لكن علشان يعرفوا الحقيقة عن ليلى. ولما وصلوا لنفس المكان اللي اختفت فيه قالوا بصوت خافت: احنا آسفين، احنا مش هنرجع هنا تاني، بس عايزين نرجع بصاحبتنا. وبدأوا ينادوا على اسمها،